السلام عليكم ورحمة الله اخواتي الغزالات، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي اسهل شيوات المعالجات. كيف ما كتشوفوا اليوم حلوة بدون فن وغير ثلاثة المكونات فقط اللي غادي يحماقوا عليها وليداتكم وغادي يديوها للمدرسة وغتحماقوا عليها حتى نتوما يا الكبار. كيف قلت لكم حلوة خطيرة وبنينة وغزالة بزاف. غادي نحتاجوا فقط عندي 3 ديال البنانات اولا الموزات بهذا الحجم هذا. الا كان عندك البنان اللي حجمه صغير استعملي واحد الربعة ولا 5، شوفي انتي على حساب الحجم تاع البنان. وغادي نديروه يتطحن لينا في الهاشواغ، خصو يتطحن مزيان، واللي ما عندهاش الهاشواغ استعملي مونينيكس. غنطحنوه حتى غادي يولي القوام ديالو بحال هذا الشكل هذا. وغادي نضيفوا عليه واحد 200 غرام ديال البسكوي. استعملوا اي نوعيه نتوما عندكم، انا استعملت هاد النوعيه هذه. غير المهم 3 البنانات بحجم كبير كيف ما شفتوا، 200 غرام ديال البسكوي. وبطبيعه الحال دائما كنخلي لكم اخواتاتي الوصفه مكتوبه في صندوق الوصف، واخا هادي راه ما كتحتاج حيت غير 3 المكونات فقط. صافي ملي طحنا غادي تجيبي واحد الجبانيه فيها واحد القليل من الماء باش غتبداي تفزكي الكفوف ديالك شي شويه، حيت غتبداي تكوريه وديري الحجم اللي بغيتي. انا درت هكا حجم شويه، بغيتي ديري حجم صغير حجم كبير، المهم انت هنا لك الاختيار. تماك واحد البلاطو هذاك تاع المجمد، فرشي عليه ورق الطبخ اولا فرشي واحد البلاستيكه، حيت غادي ندخلوها المجمد لواحد مده انا خليتها تقريبا ساعه. المهم ما بين نص ساعه تل ساعه ساعه ونص يقبط راسو مزيان ويشد راسو. صافي وخرجيها من المجمد. وكيف قلت لك الحجم اختي الغاليه، ديري الشكل والقياس اللي بغيتي نتيايا، غير فزقي يدياتك شي شويه الكف ديالك بالماء، حيت الا ما جيتيش تفزقيهم غادي يلصق لك وغادي تجيك العمليه صعيبه شي شويه. وصافي غادي تدخلي المجمد كيف قلت لك ما بين ساعه حتى نص ساعه. وغادي نحضروا واحد الشوكولات 200 غرام شوكولات، غادي ندوبوه في حمام مريم كيف ما كتشوفوا. وملي كيدوب لينا الشوكولات كنزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت. دائما الشوكولات ملي يدوب لكم في حمام مريم تيسالي تيدوب عاد ديري واحد المعلقه كبيره ديال الزيت. انا هنا حيت عندنا الحال شويه بارد فخليت الكاسرونه لتحت فيها الماء سخون باش ما يجمدش ليا الشوكولات، وهكاك وراه جمد وعاود رديته باش عاوتاني دوبته. صافي ملي جمد لينا قبطات لينا في راسها الحلوى اولا بسكوي سميوها اللي بغيتو. صافي غادي نغطسوها بحال هكا في الشكلاط، وتماك جانبها راه واحد البلاطو فيه واحد البلاستيك غذائي. وصافي غادي نغطسوها هكا ونسقطروها مزيان بالفرشيطه ولا اللي عندها ديك الشبكه فكتكون من الاحسن. انا صراحه ما عنديش حتى ناخذها ان شاء الله. حطيها فوق الشبكه حتى تسقطي تحيدوا دوك الزوائد ديال الشوكولاته. واللي ما عندهاش ديري غير بحال هكا بلاستيك غذائي وسقطري مباشره. ومع دابا الجو بارد الا شفتي الشوكولاته بدا كيجمد لك فعاودي سخني شعلي البوطه وعاودي رديه يذوب شي شويه كيف ما درت انا. صافي هذا مكان ملي غادا تسالي غادي تدخليها غير الثلاجه واحد نص ساعه. دابا راه الجو بارد، راه دغيا انا دخلتها غير نص ساعه صافي. وغادي يحماقوا عليها وليداتك وحتى نتيا وكاع اللي كاينين في الدار، حيت كتجي بنينه ومعلكه ورطبه كتكال سرطان بلا نضغن. هذه ما تبقاش تخطاك مع الوليدات. وصافي وغادا تقدميها ليهم ولا جايين عندك الضياف. المهم بالصحه والراحه. هانتي غير بشويه البنان وشويه البيمو والشوكولات وفرحي ليا الوليدات. كان هذا هو مقترح اليوم. كيف ما كتشوفوا شوف راه كتجي العضه عرفتي كتجي معلكه وخطيره تذوب في الفم. ما درنا لا سكر لا والو، حيت اصلا البنان حلو وبيمو حلو والشوكولات. واللي بغات تزيد واحد معلقه كبيره ديال السكر ثقيل اولا معلقه كبيره ديال العسل وطحنهم مع البسكوي. واخا انا كنبغي الحلاوه راه هكا جات حلوه وزوينه. ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتردوا عليا. ولا عجبتك الوصفه اختي بارطاجيها مع الحباب والصحاب. السلام عليكم.